ليه ممكن المريض اللي عنده صداع مزمن يبقى علاجه عندنا في عياده الاسنان؟ ممكن دي حاجه بالنسبه لك غريبه، لكن الحقيقه ان حته حشوه عاليه في ضرسك اقل من مليمتر واحد ومش باينه للعين كفيله انها تخليك تعاني من صداع مزمن والم في ودانك وتفضل تعاني من غير ما تعرف السبب. المفروض بعد ما نعمل حشو عادي او تركيبه الاسنان بتقفل على بعضها بشكل طبيعي ومتوازن، لان ربنا مصمم الفك عندنا ان التحميل والمضغ يتوزع بالتساوي على جميع الاسنان. المشكله ان انت بتوهم نفسك ان هو مع الاكل والمضغ الحشوه هتهبط وهتتعود عليها، بس السكوت على النقطه الصغيره دي بيدخلك طبعا في مشاكل كبيره. الضرس ده بيبدا يستقبل ضغط رهيب ومستمر مع كل مضغه وقفله بق، ومع الوقت ممكن يسبب مشكله في الضرس توصل لشرخ. والاخطر طبعا ان هو يجبر فكك كله ان هو يغير عضلته الطبيعيه علشان يتفادى الخبطه دي، وده بيعمل اجهاد وضغط على عضلات الوجه ومفصل الفك، وهو ده اللي بيخليه صداع مزمن ووجع في الودان. الخبر الحلو بالنسبه لك ان علاج المشكله دي بسيط جدا وبياخد طبعا اقل من دقيقه على الكرسي وبدون بنج. عشان كده لو عامل حشو جديد وحاسس ان عضلتك مش طبيعيه او الحشوه عاليه، اوعى تستنى ان هي تتظبط لوحدها، شرفنا في العياده وخلينا نظبطها لك. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.